الثانوية العامة واللي حصل فيها وبنتي جابت كام وسبب الغياب طول الفترة اللي فاتت. طبعا اللي هقوله ملوش علاقة بالفيديو خالص. هحكي لكم على الايام اللي فاتت قد ايه كانت صعبة والنتيجة والصدمة وحاجات غير التوقعات والظلم اللي حصل. كل التفاصيل ديت حبيت افضفض معاكم. الله المستعان. وكمان ندردش شوية كده. طبعا كنت منزلة اخر فيديو من فترة المفروض فيه تكملة ليه، يعني سلسلة كده من الفيديوهات. هنعمل جنينة صغيرة بس ما حصلش نصيب ان انا انزل الفيديوهات. انا متصورة بس انا فعلا ما عنديش طاقة ولا قوة ان انا اسجل عليها. حبيت ان انا اتكلم معاكم شوية وافضفض كده. هنبدأ اول حاجة بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي الغالي وصلوا على النبي في الكومنتات، وكمان ادعوا لي دعوة حلوة بفك الكرب وتفريج الهم. غصب عني اوقات كتير احنا مطلوب مننا ان احنا نرضى ونصبر، في اوقات بيبقى الرضا فيها صعب او ان احنا نتخطى الوضع دوت بيبقى غصب عن الواحد. انا مش عايزه اديكوا طاقه سلبيه او اي زعل او اي حاجه، بس غصب عني. احنا بني ادمين والبني ادم ضعيف مهما كان. ظننا في ربنا كبير قوي وعندنا حسن ظن بالله، بس اللي بيحصل من صنع البشر من ظلم. طبعا يوم النتيجة كانت مأساة. انا اقول لكم في البداية ان بنتي جابت 61.5 علم علوم، فالرقم ده كان كارثي كارثي. مش ان احنا حاطين خطة او ان هي داخلة طب او صيدلة او اي حاجة من المجالات الطبية دي، لا هي كانت عايزة كليات علوم، كلية علوم دي اللي كان نفسها فيها، وكانت حاسبة لنفسها الدرجات ان هي جايبة 90%. طبعا الجيل اللي طالع وكله قبل كده يعني كلهم خلاص احنا يعني عندهم خلفية وعندهم وعي ان هم هيتظلموا. الظلم طبعا ده هما شيء اساسي يعني. فحسبت لنفسها قالت خلاص يعني من 90 هجيب 87 لو حصل ظلم. طب لو ظلم قوي واخطاء واي حاجة في التصحيح يبقى 85. طيب اتظلمت قوي ويعني افتروا عليا والدنيا اتدمرت معايا يبقى 80، مش اقل من كده. المهم ظهرت النتيجة واتفاجئنا بالمجموع كلنا. اللي كان يهمني في الوقت دوت هي يعني ولا درجات. انا بص انا كل ده انا شيء متوقعه على الغش والتسريبات يعني. اضعف الايمان اللي حاجه لا تعقل، ونفسي حد يناقشني في الموضوع ده او يعرف يرد عليا في الموضوع دوت. ازاي النتيجه كان معلن عنها ان هي تظهر الخميس على على موقع الوزاره؟ ازاي النتيجه تظهر الثلاث بالليل؟ ازاي واتسربت مش على موقع الوزاره، مواقع تانية اتسربت؟ معنى ذلك لا في امن ولا امان ولا انضباط ولا سرية ولا مصداقية ولا اي شيء. زي ما الامتحانات اتسربت وزي ما الغش اللي حصل وزي ما اللجن اتباعت وزي ما المجاميع اتباعت وزي ما الورق اتبدل. ناس من قلب الكنترول بيقولوا الورق بيتبدل وبيحصل تصحيح عشوائي وبيوزعوا كده المجاميع، بيفرقوها زي ما بيفرقوا ورق الكوتشينه. يعني ده ياخد شوية كذا وده شوية كده وده شوية كده وخلاص بختك يا ابو بخيت، وانت حسب الكون بتاعك ما يجي في المجموع انه حاجات كتير يعني غريبة. بصوا الواحد اصلا نفسيته اللهم لك الحمد يا رب على الظلم، مش عشان حاجة احنا مش معترضين، واكيد اختيار ربنا لينا احسن، واكيد توفيق ربنا هيبقى في الايام اللي جاية احلى واحسن. كل ده هيبقى خير ان شاء الله. بس هو الواحد غصب عنه مش قادر يعني ما يحزنش، غصب عنه مش قادر ان هو يتخطى نفسية بنتي. انا كنت خايفة عليها وحاسة بيها وحاسة بكسرتها وحاسة بالقهر اللي هي فيها والظلم. يعني ما يجي حد يقعد معاك ويقول لها ده اول ظلم هتتعرضي ليه في البلد دي، ده اول ظلم، ده اول قسوة. ناس كتيرة قوي يعني واحد يعرض على واحد ويقول له لو عايز نخدمك اعدل لك درجات بنتك. ازاي وفي شرع مين ومين يقبل كده؟ مجهود العيال ده ازاي؟ عندنا عيال شايلة دور تاني كتير قوي، وعيال مجاميعها في الارض كلهم فوق ال50 بحاجات بسيطة، 53 56 50 51 52 ارقام غريبة. وعيال كتير قوي شايلة دور تاني، وعيال مش عارفة حاجة، او يعني قول يوم ما تجيب ال50 او تجيب 55 جايبين 92، واللي كان معاهم السماعة جايبين 88، واللي كان بيغشوا من الحمامات الامتحانات المسربة تحت جايبين 77. ارقام كده يعني لا تعبوا ولا اجتهدوا. واحد عندنا جايب 80. يعني والله العظيم كانت حسرة يا الله. لما تكوني انا كده في النص وعلى شمالي وعلى يميني ثانويه عامه برضو، ولد ما بيحضرش دروس ولا في دماغه ولا اي شيء، مجرد هو راح الامتحان جايب 80.
واحدة تانية نفس القصة برضو، يعني بيبقى واضح وظاهر مين اللي تعب. يعني انا بنتي الخسسان والارهاق والتعب لعند النهاردة بتقول مش قادرة اتحرك من كتر المجهود والطاقة اللي بذلتها. لما هي تبقى مش قادرة تتحرك، واحدة تانية اللبس والخروجات والفسح ومش في دماغها، والصحة ما شاء الله ربنا يا رب يبارك لكل واحد، بس الواحد بيبقى حزين من جواه وبتبقى حسرة فعلا ان حد ما تعبش وياخد مجموع كبير. هيقول ما بينفعوش في الكليات، ما بيسلكوش، ما بيعرفوش، ربنا مش هيبارك لهم. بس ازاي الناس دي يعني بتستحل مجهود غيرها او تاخد حاجة مش من حقها ويغلوا يعني ويعلوا التنسيق. المرحلة الأولى نزلت من 91 علم علوم، لسه المرحلة التانية مش عارفين هتقبل من كام. ويا ترى ايه؟ يعني هي نفسيتها متدمرة بنتي، بنحاول نخرجها ونضحكها ونتكلم معاها وي وي وي، بس هي من جواها غصة، من جواها في كسرة في قلبها، نفسيتها مش أحسن حاجة. وانا عارفه دوت، وبقعد اتناقش معاه واتكلم معاه، مش بطبطب وخلاص وننفض، لا بنتكلم في الموضوع من جميع الاتجاهات وجميع الجوانب، ونناقش الموضوع واللغز فعلا ازاي اللي غشوا جابوا مجموع واللي ما غشوش وحلوا ما جابوش. ده جاب مجموع بالغش، طيب انتوا حليتوا، الحل ده راح فين؟ الكتابة اللي هم كتبوها والاسئلة اللي هم حلوها راحت فين؟ حصل ايه؟ انا برضو لغز، انا مش قادرة افسره ولا قادرة افهمه ولا عارفة حاجة ولا فاهمة حاجة. دي ازاي عرفوا دول ازاي بيغشوا ادوهم درجات عالية، ودول ما كانوش بيغشوا وادوهم درجات واطية مع ان هم حلين ومراجعين؟ يعني موقف لما انا بنتي في الاحياء مقفلة الاحياء 60 من 60، المفروض هي قالت مثلا ممكن التصحيح او يعني كلمة او تظليل او يحصل ظلم في المادة، فهجيب 55 من 60. خلي الظلم بين خالص، هجيب 50 من 60. نتفاجئ في الأحياء، المادة اللي هي بالنسبة لها أسهل مادة وأمتع مادة وأجمل مادة، اللي المدرس بتاع المادة هو اللي اختار لها كلية علوم أحياء، تجيب 30 من 60. 30 من 60. هي متدمرة أول ما شافت الدرجة بتاعتها في المادة دي. هي ما شاء الله عليها شاطرة ومتفوقة ودماغها شغالة وبتحب تبحث وبتحب تقرأ وحاجات كتير قوي. تتفاجئي في المادة دي، قلت بس خلاص ده ورقة اتاخدت واتبدلت وراحت لشخص تاني. اتفنطت ازاي او مشيت ازاي؟ المدرسين كلهم اقسم بالله لبنتي مصدومين في المجموع بتاعها، مدرسين المواد وكله ناس من بره المحافظه بتاعتنا خالص. هنرجع ونقول قدر الله ما شاء فعلا. حبيت افضفض معاكم واتكلم معاكم، واسفه لو صدرتكم اي طاقه سلبيه. بتمنى منكم دعوه حلوه بفك الهم والكرب. بحبكم في